لو رحت المتحف المصري الكبير هتلاقي الملك رمسيس الثاني في استقبالك بيرحب بيك وانت بترد عليه وتقول له ازيك يا جدي. ازيك يا ابو رزق. بس لما تركز في جدك تلاقي ان رجله الشمال سابقه الرجل اليمين. ياه للدرجه دي يا جد عايز تمشي من فرحتك بيا؟ عاوز اصدمك واقول لك ان جدك على الوضع ده من 3000 سنه وكل تماثيل المصريين القدماء. طيب ليه بقى؟ في كذا راي في الموضوع ده. الاول انه تمثال ملك، واي تمثال ملك بياخد خطوه عشان يميزوه بينه وبين تماثيل باقي حاشيته، بس ده مش صح. لقينا تماثيل لغير ملوك رجليهم متقدمه. ثانيا تقديم الرجل الشمال هي حركه عسكريه، بالذات الشمال لان القلب بيميل ناحيه الشمال. ثالثا بقى عشان اتزان التمثال، لان التمثال هو واقف اتزانه اصعب بكتير. فالنحات المصري المبدع كان بيزود مساحه قاعده التمثال عشان تقدر تتحمل وزن التمثال وما يتكسرش، وبكده بيدي حركه للتمثال بدل وضعيه الجمود وهو قاعد. رابعا بقى وهي ان الوضعيه دي بتشير الى استمرار الحركه حتى بعد الموت، وبتقديمه لرجله الشمال اللي هي من ناحيه القلب بيدل على الاراده القويه والحكمه، وانه بيقدر يتحكم في عواطفه. وكمان اليونانيين لما احتلوا مصر اخذوا الوضعيه دي من المصريين القدماء في تجسيد تماثيلهم. حتى في ادق التفاصيل مصر قادره تقول للعالم انا ام الدنيا.